السلام عليكم الشيرات، كي راكم؟ غايه لاباس ان شاء الله كاع تكونوا في نعمه. اليوم جبت لكم موضوع بزاف مهم. كاين بزاف الشيرات ولا نساء يشروا ذهب، بصح من بعدها يولي عليهم بندامه. ان شاء الله اليوم غادي نطرق شحال من الموضوع ولا شحال من الخطا ديريه نتيا بلا ما تعبي. قادر زعما كي تشري حاجه تاع ذهب ولا تقولي منها وهاك نستفاد منها، بصح بعد مرور سنوات تلقي روحك زعما كشغل نقولوا دايه بصح ما دايش. عوض لي تدي نقولوا 2 ملايين 3 ملايين 4 ملايين تدي 500 الف. صحيح. غير خليكم معايا ان شاء الله حتى النهايه تاع الفيديو. ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس هكاك باش يوصلكم كل جديد، وان شاء الله نتعلموا كاع كيفاش نكونوا اذكياء كي نشرو الذهب. اول خطأ اللي ديره الزبونه ولا اللي ديره المراه، الثقه الزايده في الصايغ. يعني تقول لك باللي هذا راه كونفيونس وهذا راه منا وما يبيعش الذهب مخصو مخيدس كما نقولوا حنا وكاع. بصح هنايا لا، هنا راكي غلطتي. ماشي كل صايغ نيتو صافيه. كاين بزاف نساء وانا شخصيا صرات لي هذه، ندخلوا للمحل غير نشوفوا هي الماء، شوفوا ما نسقسوا لا تاع زعما 18 كاره لا تاع الطليان لا تاع فيد، شوفوا نعرفوا غير نشوفوا كيما هكاك ولا على حسب الدراهم اللي يكونوا عندي. زعما كنا صومرها عندي تاع 10 ملايين، انا نغدا نشري ديك السلسله وصاي صادر كاع ما سقسيش عليها وما يوزنش قدامي. وكاين بزاف صوالح زعما كنا كنت نديرهم خطا في خطا. في هذه هنا نقول لك يليق تسقسي قبل ما تشري، تسقسي هذه شحال وهذه شحال وهذه شحال وهذه شحال، وماذا بكم تشروا المستعمل اللي تكون زعما كنا باغيه ديره كاستثمار. دير المستعمل. كاين الفرق ما بين كما نقولوا كاسي ونقولوا المستعمل. ان شاء الله هذا نطرقوا فيه في فيديو اخر، موضوع اخر. صاي شيرات ديما قولي له ولا كي يقول له السايق ديما قولي له وزن قدامي، وزن قدامي هذيك نقولوا ديك البياسه تاع الذهب اللي شريتيها. ما تحشمي ما والو اختي، راكي تشري بدراهمك عادي. ماشي عيب كي تكوني حذره لديك الاخر ولا تخدمي عقلك شويه. العيب كي تخرجي من بعدها تندمي. ديجا انا قلت لك اصرات لي الحاجه الاولى كما قلت لكم، ولا الخطا الاول الثقه الزايده في السائق. هذه نورمالمون تنتبهوا ليها مليح. الحاجه الزوجه تشري كما نقولوا وقت اللي يكون الذهب طالع. كي يقول لك كاين بزاف نشوفوا نساء وقت اللي يطلع الذهب بزاف اي كاع يتهاتفوا عليه باش يشروه كاع. هنا غلطه كبيره. وقت اللي يطلعوا الاسعار راكي تشري نتيا باغلى ثمن، من بعد يهبط وتخسري. زعما كي نكونوا نقولوا حنا هو غادي كاع يهبط، ما غاديش يهبط بزاف بصح يجي مده هكا كيهود صاي. تما يا يقعد عندك يا يليق يقعد عندك شحال من عام ولا نقولوا زعما كاين وقت طويل باش تربحي فيه، ولا كان زعما كان احتاجيتي في داك الايام هادو وهو كان نزل غادي هنا تخسري. يليقك انت تتابعي الاسعار على الاقل اسبوع وشوفي كي يكون السعر مستقر ولا نازل شويه، هنايا هو الوقت المناسب اللي تشري فيه الذهب. الذهب على بالكم بلي ما يطيحش بزاف، بصح لازم تكوني ذكيه في التوقيت، لخاطرش التوقيت يختلف تانيك وزعما كنا في البيع وفي الشراء. والخطأ الثالث اللي هي قطع المزخرفه، وديجا حنايا هضرنا عليها في الفيديو السابق. كلما زاد النقش ونقولوا ولا الزخرفه زادت المصنعيه، يعني راكي تخلصي على الخدمه ماشي على الذهب نفسه. صادير كي تشري نتيا خاتم نقولوا حنايا بوزن نقولوا 5 غرامات صاي. هذا خاتم نقولوا ما فيه لا زخرفه لا والو. ممكن يجيك ارخص من واحد يكون فيه نقوش بزاف، نقولوا هذا خاتم فيه سامبل ما فيه والو، هذا 5 غرامات يجيك نقولوا 4 ملايين، نقولوا 4 ملايين. بصح هذا اخر يكون فيه هذوك النقوش بزاف وهذيك الزخرفه وهذاك التماثيل وكل شيء يكون 5 غرامات بصح يكون السعر تاعه طالع شويه. عوض لي تشري انت 4 ملايين تشري 5. شفتي؟ ووقت البيع وقت البيع غادي السائق يحسب لك الوزن، ما يحسب لك الشكل. صاي شيلات يعني غادي تخلصيها على مره ونص. هنايا يليقك تختاري القطع اللي نقولوا بسيطه تنفعك للزينه والادخار في نفس الوقت. الخطا الرابع
هي اللي ما تكونش تعرف الفرق ما بين العيارات، يعني تاع 24 كارا 22 ولا 18. وحنا الاغلبيه غادي ولا اغلبيه نشرو 18. بصح شهوه كاين تاع كيقولوا شويه فيه هذاك المواد، نقولوا النحاس وهذو الصوالح زياده فيه، وكاين اللي نسبه قليله. كما نقولوا حنا تاع الطاليان هو المليح، هو اللي منتشر بزاف في الجزائر ومتوازن ما بين القهوه والمتانه. صاي شي ناس كاين اللي يشري 18 ويدورناها 22. هنا دائما اللي راك تشوف فيه الختم تاع القطعه، تسمى البيجوتي اللي يكون شويه باغي يكون يبغي يلعبها عليك ولا يعرفك باللي ما تعرفيش ولا منا، تسمى قادر يختلك هنايا. والحاجه الخامسه تهنيك اللي شحال من وحده وقعت فيها، البيع السريع. زعما كي تشوف فيه قاعد ينزل في السعر تاعها شويه، تغدي ديريكت الاخر تبيعي لديك البياسه، تقولي صاي غادي نخسر فيه نيشان. والذهب معروف كي يطلع ولا كي يهبط يعاود يطلع، ماشي حاجه ثابته. زعما كنا راه طلع راه هود راه هود راه طلع شوا بنسبه قليله، ماشي حاجه كبيره. خليه شويه انت عندك، تابعي السوق وما تبيعيش وانت على توتر وخايفه لكن غادي تخسري فيه. وهكا البنات راكي عرفتي اهم الاخطاء اللي بزاف الناس يغلطوا فيها وقت اللي يشروا الذهب. كي تولي واعيه راكي تصرفي دراهمك وتستفادي اكثر. قولوا لي في التعاليق وراه الخطأ اللي كنتي تديريه، وش هي النصيحة اللي فادتك اليوم. وما تنسوش تشاركوا الفيديو مع صديقاتكم باش تعم الفايدة ان شاء الله، ونولوا نشروا الذهب بذكاء. وهذا هو مضمون تاع القناة ان شاء الله، هي اشتري ذهبك بذكاء، وان شاء الله حتى واحد ما يختلك، وان شاء الله نديروا استثمارات به لما لا، ونلقوه وقت الضيق علاش لا. هنايا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله نكون خفيفه ظريفه عليكم. ما بقى لي غير انكم تبقاو على خير، اتهلا في رواحكم، في امان الله، مع السلامه.